أماكن مستحيلة فيزيائيا موجودة على الأرض وملهاش أي تفسير. نهر الغليان، اسم على مسمى. نهر يقع في وسط الأمازون، حجمه 4 أمتار. النهر ده بالذات مختلف عن أي نهر حول العالم. درجة الحرارة فيه بتصل إلى 91 درجة مئوية لحد الغليان. ولو مثلا أي إنسان أو حتى حيوان وقع في النهر ده مش هنلاقي منه غير هيكل عظمي. بس للأسف العلماء لحد النهاردة مش لاقيين سبب مفسر واضح للظاهرة دي، واستبعدوا إن الشمس تكون هي السبب في الحرارة دي كلها، وقالوا إن أقرب حاجة تكون البراكين النشطة اللي تحت الأرض، لكن برضو مفيش سبب واضح لدرجة الغليان دي. تاني مكان من الأماكن المستحيلة واللي محدش يعرفها هو البئر المتحجر، واحد من أقدم مناطق الجذب السياحي. بئر تحولت المية فيه لحجارة، ومش بس المية، لا ده كمان أي حاجة موجودة جنب البئر بتتحول لحجارة بدون سبب واضح، لدرجة إن البئر بقى شكله مخيف ومرعب بالنسبة لناس كتير، بعد ما كان مقصد سياحي تحول إلى أقدم الأماكن السياحية في العالم. كمان من الأماكن الغريبة جدا كهف وايتيمو، كهف سراج الليل، موجود في نيوزيلندا. كهف من أغرب الكهوف الغريبة في العالم، يضيء في الليل بالأضواء الغريبة، وبرضه محدش عارف يحدد إيه السبب. ومش بس كده، لأ ده كمان بقى من مناطق الجذب السياحي المميزة. أضواء غريبة بتحصل في فترة الليل بس، والعلماء لما حاولوا يحددوا إيه السبب في الأضواء دي عرفوا إن في مخلوقات صغيرة مضيئة موجودة في الكهف، وبقى بيجيله سياح من كل مختلف العالم علشان يشوفوا الحاجات الغريبة دي. كلها أماكن غريبة ملهاش أي تفسير لحد النهاردة، ولسه في أماكن تانية لسه معرفناهاش. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب واستنونا فيديوهات تانية جديدة.